بيان استنادا لأحكام الشرع والدين من قانون دين المصطفى الأمجد، صدرنا بيان ذيع عن الناس وقررنا بصراحة نوضح المشهد. محمد نزل مصلح، ما نزل للجاه، ونزل ينقذ قريش بقل هو الله أحد، ورغم كبر الخطر ما عاف دين الله، سكن يثرب لفترة ورد عليهم رد. ومن شاف الفساد يطوف حول البيت، وابو سفيان امامه ويحرم بأسود، قال شلون اعوف الكعبة وابقى بعيد؟ طبق حيدر وحمزة وهد عليهم هد. بس قل طلع من النجف لإيران، بدل ما يجي يصلح هدم وفند. العاف اهل العراق وطلع من صدام، صح معذور لكن ليش يتمجد؟ اللي يتمجد صدق كون بزمن صدام ثابت بالنجف ما خاف من احد. وبزمن صدام منه العايش الناس، من طاح الصدر بالكوفة واستشهد، ومنه اللي مشملنا بمسجد الرأس، ومنه اللي مشملنا بمسجد الرأس. ورغم حزب البعث ما كان يتلبد، فرق بين الطلع وقت العسر للناس ياخذ اسئلتهم ثم ينطر رد، وبين القال شو اللي بدوخة الراس خل اقعد ببيتي لوحدي واتعبد. انا بعازة القطرة وبالنجف شلال، ويقولوا لي اشرب ماي من مشهد. شو اللي بنهر الراكد صار حفن سنين، ما يدري الشعب ذبلان لو ورد، واذا بايا بقت من سلم التخليد بس محمد اليعقوبي يتخلد. اذا بايا بقت من سلم التخليد بس محمد اليعقوبي يتخلد، لان شفناك وقت الضيج يا مولاي، من كنا على بابك كلنا نتردد، ورادوني اذمك وامدح العاداك، الكانوا يهتفونش وقت نتوحد. رادوني اذمك وامدح العادات، الكانوا يهتفونش وقت نتوحد. رفضت وهددتهم بالشعر مولاي، لان يدرون قلمي شلون من يشتد، ويبزوني بحكيهم كيئمت حق دوم، ويبزوني بحكيهم كيئمت حق دوم، وذكرك بالمجالس دوم وتقصد. وقالوا لي القيادة تصير للابناء، قلت اسأل شعب ايران واتأكد، اذا السيد الخميني يقول للابناء كان ايران كلها انحازت الاحمد. بس الشعب دوم يدور الاصلاح، والاصلاح انت يلصلح تجدد. اقر باجتهادك والصدر مو قال انا باجتهادك، لو بقيت تشهد، لان واحد سألني وجاني يتنشد بعد محمد الصادق طلع احد، قلت له الحوزة من تأسست لليوم مش ما نفقد محمد يطلع محمد. إلى حجة